فيلم شالوم الرياضي بتظهر فيه شخصية شالوم، بطل فقير بيبيع طعمية وفول، ونفسه طول الوقت ان هو يبقى لاعب مشهور ومش بيعرف، بيتفرج على اللعيبة من بعيد وبيحلم ان هو يبقى لعيب كورة ومش بيقدر. بيلعب في الشارع، بيلعب في اوضته الصغيرة المحدودة، يعني بيعمل مشاكل مع الجيران لما بيلعب بالكورة. فهو شخصية غلبانة كده ونفسه كان يبقى يدخل النادي ومش بيعرف. فمن هنا ابتدى الناقد أحمد رأفت بهجت في كتابه اليهود والسينما في مصر إن هو يقول إن توجو كان خبيث شوية في التعامل مع الشخصية اليهودية، إن هو يبينها مستضعفة ومهمشة، وإن الأرض ضيقة عليهم. وده كان تمهيد أو تعزيز للأفكار اللي هم كانوا بيطرحوها قبل إقامة دولة 48. فبيتكلم انه يعني الكلام ده مش واقعي، بدليل ان كان عندهم جمعية مكابي في الاسكندرية اللي كانت بتهدف لتحقيق او تعزيز الرياضة والانسان اليهودي القوي علشان خاطر يقيموا دولة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وكان عندهم كمان النادي الصهيوني في مصر اللي كان بيعزز يعني ثقافة اليهود وبيعلمهم العبري علشان خاطر ينشئ جيل جديد يسافر بيهم لإسرائيل. فمنين هم كانوا مضطهدين هذا الاضطهاد، وحتى جمعية الصهيونية في الظاهر دي كانت بتأسس لهم أو بتعمل لهم رحلات لإسرائيل علشان خاطر يشوفوا هم بيعدلهم إيه. فبالتالي اعتبروا انه هذا الفيلم هو فيلم يعني من افلام او الافكار الخبيثة اللي كان بيروجها توجو مزراحي. لسه حكاية توجو ليها جزء تاني او اخير، وللحديث بقية.